السلام عليكم، بغيتي كي دايرين لاباس؟ نتوما تكونوا بخير في احسن الاحوال. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو وهاد الوصفه اللي حبيت نشاركها معكم، هي عباره على هذا الكاطو هذا والشوكولا اللي توجدي لوليداتك في الكوتي. كيجي هائل وجد هش مويلو كما كتشوفوا. وما نسبقوش المراحل وندوزو المقادير. هنا كتشوفوا عندنا غير 2 بيضات مع ساشي ديال الفاني، وعندنا 5 المعالق ديال السكر يكونوا كبار. نطربوا داكشي مزيان ونزيدوا عليهم الدقيق، حتى كيبقى على حسب الخليط، و3 المعالق كبار ديال الكاكاو في مور. من بعد زدنا خماره، نطربوا هادشي مزيان. وهنا زدت عليهم كاس ديال الحليب مع واحد المعلقه كبيره ديال الزبده مذوبه. نعاودوا نخلطوا الخليط ونشوفوا الا كان باقي عندنا يعني مازال سائل، نزيدوا الدقيق حتى نحصلوا على هذا القوام. كما كتشوفوا كتبدا دير العجينه واحد الطبقات، نعرفوا بلا راه الخليط هو هذاك. هنا نديرو في واحد المول، ندخلوا الفران ونتلاقاو من بعد. ونطوندون هنايا راني كندير واحد الشوكولا ندوبو مع الكريم ليكيد باش كيعطينا واحد الكاناش. نزيدو عليهم طرف الزبده باش كيعطي واحد البغيونس هذاك الشوكولا كما كتشوفوا معايا. وهنايا غادي نصبوا هاد السائل الشوكولا من بعد فوق الكاطو ديالنا. ومن بعد غادا نشكلو يعني بهاد الكركاع، تعرفوا الكركاع كيتوالم مزيان مع داك الشوكولا. وهذه هي الكيكه ديالنا كما كتشوفوا على هذا الشكل، كتجي غزاله شكل ومذاقا. ونتمنى الوصفه تكون عجباتكم، حضروها في وقت وجيز وتعجب وليداتنا. كتعرفوا الوليدات كيحبوا الشوكولا. ونقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسونيش باللايك. في امان الله، مع السلامه.